بدعوة من تيار المستقبل الكردي والمنظمة الشبابية سوز، اعتصم أبناء الجالية السورية بمختلف مكوناتهم في مدينة زويرخ السويسرية للضغط على الرأي العالمي من أجل فك الحصار عن المدن المحاصرة من قبل النظام السوري وتنظيم داعش. هذا الاعتصام هو التعبير لهمجية بشار الأسد بقتله للشعب السوري من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وتنديدا بالصمت الدولي يغض النظر عن ما يفعله بشار الأسد في سوريا من قتل وتدمير. لوحة الاعتصام التعبيرية كانت ارتداء نشطاء قمصان بيضاء ملطخة باللون الأحمر في إشارة إلى المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري في ظل صمت دولي مخزي. نحن في جميع المدن اليوم، أنا أشاهد التلفزيون اليوم في الغوطة الشرقية يأكلون القطط، الناس تموت جوعا. إلى متى هذا الصمت؟ ألم تكتفوا من دمائنا يا أيها العالم الحر؟ هنا في هذا البلد الحر في سويسرا من يقتل بطة أمامه 24 ساعة للرحيل. بشار الأسد الذي قتل 300 ألف سوري يدعوننا للتفاوض معه. على ماذا نتفاوض؟ نتفاوض على دماء أطفالنا؟ على ماذا نتفاوض؟ القائمون على هذا الاعتصام أرادوا إيصال رسالتهم إلى العالم بلغة الصمت، مكتفين برفع شعارات تؤكد على وحدة الشعب السوري بطيفها المتنوع، وتطالب بفك الحصار عن هذه المدن التي بات الوضع الإنساني فيها خطيرا، وأخرى تؤكد على استمرارهم في ثورتهم حتى بناء سوريا حرة دون الأسد ونظامه. سيباندير كيلوريات نيوز، زويرخ.